لماذا نوالي عليا؟ لماذا لا نوالي أبا هريرة؟ لماذا لا نوالي عمرو بن العاص؟ لماذا لا نوالي فلان وعلان؟ لماذا لا نوالي شيخ العرب وكبيرها وقائدها أبا سفيان بن حرب والعياذ بالله؟ لماذا علي بن أبي طالب بالذات؟ خورة منا، عصبية، أم أننا ننساق مع ما يريد الله ورسوله؟ محمد الذي حفظتم سنته ووعيتم سيرته، والذي أخبرناكم يوم العيد بأنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام. هو بشحمه بلحمه بنسبه بملابسه بكل صفاته، هو من أوقف قسرا وجبرا في مكان حاصل في وقت الظهيرة بآلاف مؤلفة ليقول لنا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. ختمها من كنت مولاه، فعلي مولاه. لم يرد أن يوقف هذه الجموع الآلاف ليقول: والله علي طيب وعلي باهن وهو زوج بنتي وبهولة من بعد. لا تغثوا، النبي لا يجامل وليس بهذا السوق. النبي دين، النبي شرع. مثل ما قبلت منه الصلاة والصيام والحج والزكاة، اقبل منه علي وإلا تكفر بالكل، شئت أم أبيت، رغما عنك كسرا عنك. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ جاء ابن أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد، في زوائده قال: يا أبتي. قال: نعم. وأحمد بن حنبل إمام السنة. قال: أحقيقة ما يقال وما نسمع؟ قال: وما ذاك؟ قال: بأن علي قسيم النار والجنة. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة. قال: وما تنكر من ذلك؟ قال: وكيف؟ قال: أليس لا يحبه إلا مؤمن؟ قال: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قال: في الجنة. قال: أليس لا يبغضه إلا منافق؟ قال: بلى. قال: فأين المنافق؟ قال: في النار. أنا وأنتم نحتاج إلى علي، صحابة النبي مثلنا يحتاجون إلى علي، أما علي فلا يحتاج إلينا يا سادة. علي لم يؤمر باتباع أحد غير رسول الله، لكننا أمرنا باتباعه. حتى لو لم نؤمر لكفاه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفجأة وفي غمضة عين يصبح مقاتل علي وقاتل علي مجتهد مخطئ وله أجر. إذن النبي الذي اتبعناه من بعد وفاة رسول الله ليس علي، ليس رسول الله، إنما هو معاوية. لا تكذبي على نفسك أيتها الأمة الضالة المضلة. حينما يقول رسول الله: لا يحبك إلا مؤمن، فما معنى من يقاتلك يا علي؟ ما معنى من يحاربك؟ ما معنى من تسفك الدماء بسببه؟ قالوا: لا، مجتهد لكنه أخطأ ومعه أجر واحد. لعنة الله عليها أمة إن كانت بهذا العدل، ولعنة الله عليه دين وعلماء وكذبة ورهابنة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قاتل مجرم، رسول الله يحكم على مبغض علي قولا بالنفاق، فتأتي أمة محمد لتحكم على من يقاتله يحاربه بالإيمان. أي أمة، أي دين نقل إلينا؟ من ضوى لنا ديننا؟ من عتى لنا بسنة نبينا؟ علي المقياس، إن اقتربت منه اقتربت من الإيمان. لذلك لماذا علي؟ علي المقياس، إن ابتعدت عنه اقتربت من النفاق. قالوا: لا، معاوية مؤمن، عمرو بن العاص مؤمن، أبو هريرة مؤمن. إن كان هؤلاء لدين محمد فأنا أبرأ إلى الله من هذا الدين. أقولها فتوى: إن كان معاوية وابن العاص وأبو هريرة ينتمون لدين محمد وهم يمثلونه، فأنا بريء إلى الله منه. لأن من ابتعد عن علي، وأقسم بالله ابتعد عن الدين بأكمله، عن محمد، عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، لا قرآن وعملتم به، ولا سنة بخاري ومسلم وعملتم بها. قولوها صراحة أنكم تتبعون سنة بني أمية، سنة أبي سفيان. كفى كذبا على الله ورسوله، وكفى لهذه المنابر مجاملة ومداهنة في دين الله. هذا البخاري أين قتل عمار؟ أين استشهد
وعمره 94 سنة في صفين، وقاتله صحابي أبشركم أبو الغادي الجهني، والنبي يقول قاتل عمار وسالبه في النار. قالوا لا، قال معاوية، قال سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا أبو هريرة، سيدنا الأشعث بن قيس، سيدنا وكبارنا. قبح الله تلك الوجيه واللحى التي لم تدخل الإسلام طرفة عين. قالوا لا، هو مجتهد خرج مع علي فقتل، كان السبب الذي أخرجه. مثلما أن علي منهج فمعاوية منهج. سلمان اليوم معاوية عصرنا، محمد بن زايد، كل من يضلل الأمة ويبعدها عن علي. وبالتالي لاحظوا، لا تقولوا أنها عصبية. حينما نقول علي فعلي هو رسول الله. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم. لذلك لماذا علي؟ لأننا معه، مع رسول الله. لذلك ولاه الله. لا تقل بأني وليته أو أنت تسير مع النص القرآني والنبوي في لماذا علي. أراد الله فنحن مع إرادة الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. ليس لي ولا لك أن يحسدون الناس. نتهم بني إسرائيل فقط، شجعان على الموتى. إن الله بعث لكم طالوت ملكا أنى يكون، الله ادى لكم علي. لا 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 لا, لا. فينا فلان وعلان وزعطان نفس المنطق ونفس المنهج. من رفضوه سابقا سيرفضونه لاحقا. سنة الله لا تتعدد ولا تتغير. لماذا علي يا سادة؟ لأن القرآن معه، لم يكن مع أحد غيره. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن. وأكدها فيما بعد: لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أأتبع من قد يفارق القرآن وأترك العصمة على لسان النبي؟ لن يفترقا. أردت أن تنجو كن مع علي، أردت أن تبقى مع القرآن كن مع علي، أردت أن تسلم من الزيغ عن القرآن ليس لك باب إلا علي. هذا قول النبي، والله ليس لي في ذلك أدنى زيادة. علي مع القرآن.